اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اخباركم حبايب؟ معاكم منار، يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل الكرنب وازاي نخزنه بكميات كبيره ونحطه في الفريزر من السنه للسنه. اول حاجه كده جبنا الكرنبه وبدانا ان احنا ناخد راس الكرنبه كده داير ما يدور لحد ما نجيب القلب اللي جوه، طبعا زي ما قدامه كده، علشان طبعا يكون سهل بالنسبه لنا ان احنا نقدر نفرغ كل الورق اللي في الكرنبه. وبدات ان انا اضغط عليها كده من كل الجهات عشان خاطر تجي الورق كله يطلع معانا بالمنظر اللي هتشوفوه قدامكم. في ملحوظه كده عايزه اقول لكم: لما تجيبوا الكرنب جيبوا الكرنبه الخفيفه مش التقيله. كل ما تكون خفيفه كل ما هتكون افضل كتير، هتجيب ورق اكتر، والورق هيكون سهل بالنسبه لكم وهتعرفوا تطلعوه، مش هيتكسر معاكم ولا اي حاجه. انما الكرومبه اللي هي تلاقوها تقيله ومكبوسه كده في بعضها، الكرومبه ديت ورقها ملفوف ببعضه، متعرفيش تحشي منه، بيطلع نصه بيتهدر في نصه. فدايما لما جيبوا الكرومبه الخفيف، مش الايه، مش التقيل. تمام. واحسن تفريز في الكرنب في فصل الشتاء. في الشتاء يا حبايبي، احلى حاجة لما تجيبي خضارك كله تفرزيه في الشتاء مش في الصيف. تمام. بيبقى طبعا نازل عليه المطر كده وبيبقى ما شاء الله حلو وورقه طري وجميل. ولو قعد سنة وسنتين في الفريزر مش بيسيبوا اي حاجة. اي خضرة حابة تفرزيها فرزها في الشتاء. في شوية ملحوظات كده ان شاء الله هنقول عليهم جوه في الفيديو لكذا نوع خضار ان شاء الله. وادي كده جبنا الكرومبه التانية وبدأنا ناخدها داير ما يدور لحد ما جبناها مرة واحدة من عند قلبها من جوه. وبدأت ان انا اضغط عليها كده بالمنظر ده علشان طبعا ان هي تفرخها وتكون سهلة بالنسبة لنا واحنا بنسلقه. طبعا في طريقة تانية واحنا بنسلق الكرومب هنشوفها برضو. الكرومبة سليمة ده بقى هيكون لسنة اولى مطبخ طبعا ان شاء الله هيشوفوها. للناس اللي ما بتعرفش تفرغ الكرومب ما بتعرفش تطلع ورقة بورقة، تمام، هنشوف الطريقه ديت واحنا بنسلق الكرنب. احنا طبعا الكرنبتين دولت ما شاء الله في كرنبه تالته كمان. وكده يا حبايبي حطيناه كده في الكروانه زي احنا مناه كده. الكميه ديت ما شاء الله عملوا لنا كميه كبيره ما شاء الله لحد اخر ورقه بالمنظر ده. وادي كده منظر الكرنب طبعا في الكروانه. ادي منظره ما شاء الله بالورق الاخضر والفوسفوري والابيض ده كله. تعالوا على البوتاجاز نشوف هنعمل ايه. جبنا حله كده على البوتاجاز وحطينا فيها شويه ملح، حطينا فيها شويه كمون طبعا وشويه خل، عشان طبعا لو في ديدان بس صغننه تنزل في الايه في الحله ما تبقاش ماسكه في ورق الكرنب. وبدات ان انا اخد الكرنب كده احطه على العروق تبعه في الحله. اول ما نحطه على العروق عشان طبعا عند العروق بيكون سميكه شويه فناخد بالنا. وبلاش نسوي الكرنب جامد. يا دوبك كده تجيبيه من الناحيه دي للناحيه دي. انت ساعة ما تغلي المية في اول مرة خلاص بنبدأ كده نخرج الكرنب، نديره من الناحية دي للناحية دي وبعد كده نطلعه على طول. او بعد كده هنجيب صينية كبيرة ونحط عليها الكرنب المسلوق اللي احنا هنطلعه، علشان طبعا كل ما يكون على بعضه بيبقى طبعا نص سوا، فطبعا بيدبل مع بعضه واللي هي ما استوتش بتستوي وهو على بعضه كده. تمام، ناخد بالنا هيبقى نص سوا عشان السوا التاني بقيته هيكون في الفريزر، ناخد بالنا. ويبقى سوى بسيط، يا دوبك سوى بسيط كده في السلق، عشان خاطر ان احنا لما نيجي نقطع الكرنب ما يتهريش معانا ويطلع معاكم بالمظبوط. ودي الطريقه التانية يا حبايبي. الكرنبه سليمه زي ما هي، حطيناها كده في الحله. وساعة ما هي اصلا الورق هيسيب من بعضها لان احنا مفرغين قلبها زي ما شفتوا كده، والميه دخلت جواها الورقه اللي هي هتستوي وخلاص هي انسلقت نص سوا، هتبدا تطلع معانا بسهوله. نبدا كده نخرجها بسهوله زي ما قدامكم كده بيطلع بسهوله ومفيش اي حاجه. ده بقى الطريقه ديت لسنه اولى مطبخ اللي لسه بيتعلموا ازاي يسلقوا الكرنب. حبايب الكرنب ما تسلقش كتير. الكرنب يا دوبك كده في الميه السخنه ويا دوبك يطلع في الميه المغليه ويا دوبك يطلع عشان بقيه السوا زي ما قلنا هياخد في الفريزر التاني. تمام. دي الطريقه الملحوظات بقى كده يا حبايبي: البسله، القلقاس، الجزر، السبانخ، كل الحاجات الحلوه ديت اللي عايزه تتخزن بتتخزن في الشتاء حبايبي. ناخد بالنا كل ما تخزني في الشتاء هيكون افضل. طبعا احنا نهون على نفسنا كده والحاجات غاليه فعلا كلها غاليه، والخضار والفاكهه كله غالي. نهون على نفسنا كده ومش لازم نجيب حاجتنا مره علشان نفرصها. احنا هنجيب
كل مادة ب10، بعد ما كنا بنجيب ب50 أو ب100، كل مادة ب20. معانا النهاردة هنجيب، ما معناش هنقعد ونحط شوية بشوية في الفريزر، مش لازم نخزن تخزيننا في يوم واحد. كده هتخزني تخزينك وهيكون سهل بالنسبة لك، وهتملي الفريزر بسلة وجزر كل حاجة. في ملحوظة كمان كده حابة أقولها بالنسبة للحاجات المتفرزة زي البسلة، الكوسة، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد، الجزر. الحاجات دي مش بتنساب بره تفك عشان تسويها، لا، لازم يا حبيبتي تاخديها من الفريزر على الصلصة، علشان طبعا تسويها على طول، بيبقى طعمها حلو وبتبقى جميلة وبتستوي بسرعة وبتاخدش حاجة. انما لو سبتها فكت بره الفريزر وبعد كده تسويها هتكون مجلدة وهيكون طعمها وحش جدا، ناخد بالنا. دي كده حبايبي احنا خلصنا كده، شايفين الكرنب كده، احنا خلصنا كمية الكرنب زي ما قدامكم كده، كمية كبيرة ما شاء الله عملناها بجد. يعني الفيديو خفيف، وفي ملحوظة كمان بالنسبة للكرنب لما تجيبيه علشان طبعا تخزنيه، هاتيها قبلها بيوم او بيومين، وبعد كده ابداي اسلقيها بحيث ان الورقة تطلع بسهولة معاكي وتكون خفيفة كده معاكي وتطلع بسهولة. تمام، ناخد بالنا من الحاجات دي عشان ما تبقاش ناشفه معاكي والورق يتكسر معاكي، لا سيبيها تدبل يومين في المطبخ عندك، وبعد كده امسكيها اسلقيها وخزناها عادي مفيش مشكله. دي اخر حاجه بقى في الكرنب معانا، اخر حاجه في السلق معانا. احنا قلنا ملحوظات كتيره في الفيديو، يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. حبيت ان انا اقول الملحوظات ديت في الفيديو للبنوتات اللي لسه اولى مطبخ، ولسه برضو للناس اللي مش عارفه برضو تخزن ازاي او اوقات كميه الكرنب. يا حبايبي بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. نيجي بقى على الصينيه. انا قلت بقى ايه، وانا قبل ما افتح معاكم كده قطعت شويه كده، نص الكميه قطعتها كده، الفوسفور لوحده والاخضر لوحده والابيض لوحده واللون الغامق الاخضر خالص لوحده، زي ما قدامكم كده بالمنظر ده. واول حاجه كده حبايبي هيبقى معانا نرص كده الرصه ديت. هنجيب بقى ورقه كده وهنشيل كده العرق تبعها السميك ده، ده التقطيع العشوائي اللي احنا عادي للناس بقى الشاطره. وهناخدها كده على قد الصوبع كده نقطع، وبعد كده هناخد كده قطعه من الورقه هنقطعها على قد الصوبع ونقيس عليها. ده تقطيع عشوائي زي ما تحب للناس بقى المتمكنه بسم الله ما شاء الله. في تقطيع بقى تاني هنعمله بقى للناس الاولى مطبخ. طبعا انا بعمل الطريقه ديت، وانا علشان انا متعوده ان انا اعمل كده. دي طريقه تانية. هنشيل العروق السميكه ديت، وبعد كده هنحطهم اتنين في قلب بعض ونلفهم رول يا حبايبي، وبعد كده هنقطعهم كده بالسكينه، وبعد كده هنفرد الورق ده على بعضه، ونقطع اول قطعه منها زي ما قدامكم كده، وهناخدها ونقيس عليها للناس المبتدئه بقى. هنقيس عليها ونرص بقى اول باول، الاخضر لوحده والفوسفور لوحده والابيض لوحده والاخضر الغامق لوحده. والعروق مش هنرميها، هنستعملها طبعا. العروق طبعا يا حبايبي لازم هنحطها في الاكياس، هنوزعها مع الاكياس. حبيت ان انا اعمل الطريقه تاني مره معاكم كمان اهوت. حطيت ورقتين في قلب بعض، وبدات ان انا اشيل العروق منها والفها رول، وابدا ان انا اقطعها كده شرايح على قد ما انا عايزاه. وكده حبايبي خلصت كميه الكرنب كلها. طبعا تبقي براحتك بقى، تبقي تعملي على صينيه كبيره وبراحتك بقى وانت قاعده كده ما شاء الله، علشان طبعا ما تتعبيش من الوقفه وكده. احنا كده عملنا. هنيجي بقى للعروق بتاعه الكرنب. عيدان الكرنب هنعملها شرايح خفيفه وقبل ما نحطها في الاكياس، عشان طبعا العروق ديت هنحطها في قاع الحله قبل ما نحشي. كل ما نيجي نطلع كيس هناخد العروق ديت هنوزعها في الحله اللي احنا هنحشي بيها، عشان تحافظ لك على اول رصه من الكرنب. تمام كده. ناخد بالنا من الحاجات الصغيره دي. العروق مش بتترمي، العروق بنستعملها برضو في قاع الحله. ولو فضل عروق معانا او محشي او ورق كرنب مهري معانا متقطع مش هينفع، ده بعد ما نحشي هنرصه على وش الحله بعد الحشو، ونحط بقى الشوربه بتاعتنا وبالمنظر ده. ونجيب بقى الاكياس يا حبايبي، ونبدا بقى نعبي بقى كميه الكرنب دي. طبعا هيكون عندنا اكياس من بتاعه التلاجة. شوف انا بوريكم اهوت، ده ورق برده مش هيتحشي طبعا. وزي ما قدامكم كده ده هنوزعه في الاكياس زي ما قدامكم كده.
هنجيب بقى الاكياس وهنبدأ مع بعضنا ان احنا نعبي الورق ده. الورق الكرنب بقى اول حاجة هنحط العروق، هنوزع العروق في الاكياس، وبعد كده هناخد شوية اخضر عشان هتكون اول رصة، شوية فوسفوري هتكون تاني رصة، شوية ابيض هتكون تالت رصة. ننوع بقى في الوان الكرنب كده واحنا بنحشي. طبعا احنا بنعمل انواع كتيرة من المحشي، فانا هحط كميات بسيطة، هحط كميات بسيطة في كل كيس، عشان انا مش هعمل ورق كرنب بس. لو حابة ان انا اعمل ورق كرنب بس هطلع كيسين ونبدأ نوزعه كده يا حبايبي. بجد الطريقة سهلة وبسيطة، مفيش اي حاجة. بجد لو اي حد عايز اي حاجة في الكومنتات، اي حاجة اعملها له، يتفضل يطلبها مني في الكومنتات، وانا مش هتاخر عليه، هعمل لكم كل حاجه بتحبوها. وادي كده يا حبايبي عبينا كده الكرنب زي ما قدامكم، بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. الفيديو سهل وبسيط ومفيش اي حاجه صعبه، ومش عيب ان احنا نغلط مره واثنين وثلاثه ونتعلم من غلطنا. العيب ان احنا نقول لا ده احنا فشلنا ونقعد ونسكت وما نعرفش نعمل حاجه. لا، اغلطي وتعلمي واعملي علشان تبقي ايه، تطلعي ما شاء الله شيف كده جميل. وكده خلصنا الكميه ونحطها في الفريزر. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. واقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.